الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن الاختلافات السيكولوجية بين الست والراجل. الفيديو ده هنتكلم اكتر عن اختلافات التشريحية والفسيولوجية وتأثيرها على التصميم. الفراغات المهمة وقت التصميم بالنسبة لهو وهي غرفة المعيشة وخصوصا الكنبة من أهم الأماكن اللي بيهتم بيها الراجل، أما الست تلاقيها تركز أكتر على المطبخ. بس الاتنين اجتمعوا إنه مهم جدا يكون في حاجة زي الكافي كورنر. تشريحيا حلها دافنشي لما حسم الأمر بفيتروفيان مان، واللي على أساسه تم عمل كل الستاندرز في التصنيع كفرش وكمعمار، وخرج لنا بالستاندرز اللي كل مصمم أو كل مهندس لازم يحطها في حسبانه وقت شغله. فضل مفيش فروق جوهرية وقت التصميم. أقدر لما أجي أصمم أقول إن التصميم ده ما ينفعش يستخدمه غير راجل، أو التصميم ده ما ينفعش يستخدمه غير ست. ولكن في اختلافات فسيولوجية لازم نحطها في اعتبارنا وإحنا بنصمم. زي مثلا فسيولوجيا عين الراجل مختلفة عن عين الست. الراجل عشان يقدر يميز ألوان بيحتاج الألوان اللي ليها طبيعة ويفلنس أو موجة طويلة شوية، أما الست مش كده، بتقدر تميز الفروقات البسيطة، وده يفسر ليه الست تقدر تميز الفروقات البسيطة بين اللون الواحد، أما الراجل ما بيشوفهاش أصلا. أما في اختياراته للفرش بتلاقيه يهتم جدا بالمكان اللي هيقعد عليه فيه طول الوقت، وعادة بتكون كنبة وبيكون حواليها رفوف علشان يحط فيها انتصاراته وشهاداته اللي يقعد يحكي عليها قدام صحابه. وفي حالات سيفير، أو هي بالنسبة لي سيفير، إنه ممكن يكون حاطط راس حيوان يحكي ازاي هو اصطاده. يعني هو مثلا بيحب إن التصميم يكون بيعبر عن القوة وبيهتم بالوظيفة، والألوان بتاعته يكون فيها كونتراست أو تباين عشان عينه تقدر تميزها، زي مثلا الأحمر والبرجندي. يحب برضو الأخضر والأزرق، ومفيش مانع لو فيه بني وأسود في الموضوع. وبيميل جدا للمواد اللي ليها سترونج كاركتر زي الجلد والخشب عشان بتوحي بالقوة والجاذبية والوظيفة. أما هي تحب جدا تكون الشياكة عنوانها والأناقة طبعا، بس مهم تكون المكان inviting عشان الضيوف اللي هتيجي. أمال الشياكة دي هتظهر قصاد مين؟ مهم يكون الفرش كاتشي وليه ستايل، مش مهم تكون هتستخدمه ولا حاجة. ووقت اختيار الألوان قدامنا حاجة من الاتنين، يا إما نروح للألوان الهادية زي المونوكروم أو الباستيل كولرز، أو تلاقيها تروح ناحية الألوان المبهجة، البامبا والسيمون واللافندر والبيج، وتحب جدا فكرة دخول الجولد أو الروز جولد. الست بطبيعتها بتميل قوي للتفاصيل وبتحب التفاصيل الرقيقة، فتلاقيها في اختيارها للقماش بتختار حاجات زي الشيفون والساتان، وبتهتم جدا ان الاسطح تكون بتلمع وليها ريفليكشن او انعكاسات عاليه، وتحب يكون في المكان فيه فازة عليها ورد، او زي مثلا لوحه فنيه او آلة موسيقيه في المكان حتى لو مش بتعزف عليها. ويا سلام بقى لو في اكسسوارات منزليه كتير. هي بتحب ان الفرش يكون حجمه صغير لكن سوفيستيكيتد، بيدل على الأناقة والشياكة، لكن في الحالتين لازم يكون المكان شيك ويبان إنه مصروف عليه. وبرغم الاختلافات الجوهرية بين هو وهي، إلا إن أي راجل بيميل للهدوء والشياكة والتفاصيل البسيطة في كل ست، وأي ست بتميل للغموض والقوة اللي موجودة في أي راجل. فده مش معناه تماماً إن هما نقيضين وعكس بعض، بل بالعكس، أحياناً يكون الفراغ اللي هم بيعيشوا فيه لازم يكون يحتوي على الاتنين.